تخيل تصحى من النوم تلاقي حساباتك على السوشيال ميديا كلها اتسرقت. الانستجرام مش بيفتح والفيسبوك اتعمل له لوج اوت وانت مش فاهم ايه اللي حصل. الأسوأ بقى ان ده ممكن يحصل بسبب شوية غلطات بسيطة جدا. أول غلطة إنك بتستخدم نفس الباسورد لكل حاجة، يعني عندك مثلا الفيسبوك، انستجرام، تيك توك، كله نفس الباسورد، يعني لو حد عرف باسورد واحد كده خلاص يقدر يدخل على كل حساباتك. ما تخليش دايما الباسورد سهل زي مثلا من 1 ل 8 أو تاريخ ميلادك أو حاجات تكون سهلة على أي حد بيعمل هاكينج. دايما خلي فيها حروف كبيرة، حروف صغيرة، وأرقام ورموز. تاني غلطة إنك أنت مش مفعل حاجة اسمها تو فاكتور اوثنتيكيشن، ودي ببساطة خاصية أمان زيادة لحسابك. يعني لما تيجي تدخل على حسابك مش هيطلب الباسورد بس، لا ده هيطلب كود بيتبعت لك على الايميل بتاعك او الموبايل، لازم تدخله علشان يفتح الحساب بتاعك. حتى لو عرف الباسورد بتاعك مش هيعرف يدخل من غير الكود ده، ودي من اهم الحاجات اللي لازم تبقى مفعلها في كل حساباتك على السوشيال ميديا. تالت غلطة انك انت تدوس على اي لينك وخلاص، خصوصا الرسائل اللي بتقول حسابك مثلا هيتم قفله، او في حد دخل على حسابك، او مبروك كسبت ايفون. واكيد طبعا مفيش حد بيكسب ايفون من خلال لينك. في الغالب دي كلها لينكات نصب هدفها انهم يسرقوا بياناتك. رابع غلطة انك انت تستخدم واي فاي مفتوح وانت فاتح حساباتك، زي مثلا واي فاي الكافيهات او الاماكن العامة. الشبكات دي دايما بتكون مش مؤمنة، وده بيسهل على الهاكر ان هو يسرق بياناتك عن طريق الواي فاي. خامس غلطة انك انت مش بتراجع الاجهزة اللي فاتحة حسابك، يعني ممكن يبقى في جهاز غريب داخل على حسابك وانت مش واخد بالك. عندك مثلا الواتساب ممكن تدخل تشوف الاجهزة اللي هي مسجلة عليه، الفيسبوك ممكن تشوف الاجهزه اللي هي برضه مسجله عليه. طيب انا لو لقيت اي جهاز مش بتاعك هتبدا ان انت تعمل لوج اوت، ان انت تخرجه من على حسابك مثلا على الفيسبوك او انستجرام، ودايما كل فتره تراجع مين اللي فاتح حسابك على الاكونت بتاعك. انا عبد الله نصر، استنوني كل يوم معلومه جديده، لايك وفولو علشان يوصل لك كل جديد.